شوية تمارين تاخد المركز الأول في الحمام والمجاري. وبعد ما فضيت صندوق الزبالة بعد 4 أجزاء بحالهم، فقلت اختار الأسامي المبدعة والمبتكرة دي حتة كده يعني من جمداني. ولو انت شايف ان انا بمشي ورا ترند وكده، عايزك تمتع لي نظرك شوية. هات سلكت الحمام والمجاري بتاعتك وتعالى بقى ما نطلع شوية التمارين دي. ده يعتبر يعني خد المركز الأول حرفيا في المجاري. يعني ازاي ألعب على تمرين بتاع البايسبس البريتشر كيرل، ازاي اتني فيه العمود الفقري بتاعي بزياده علشان خاطر استهدف الصدر العالي. لو جيت ركزت شويه وشفت اتجاهات الالياف ماشيه ازاي وعرفت اختار البدائل كويس، ساعتها هقلل من المشكله اللي هتحصل لي في العمود الفقري. نيجي بقى للتمرين ده. يعني الصراحه انا مش عارف ازاي انت ربنا اداك العقل انك تلعب تمرين زي ده وانت عارف ان الجاذبيه اصلا بتشدك لتحت، وعارف كمان انك مع الوزن التقيل ده يعني كتفك ده حرفيا هيتخلع، لا في عامل ثبات، وفي نفس الوقت لما تيجي هتزود فيه وزن وما لقيتش حد يساعدك فمش هيكون احسن حاجه للبايسبس. في حين انك ممكن تلعب البريتشر كيرل او اي بدائل تانية غيره وهتلاقي نفس الاستفاده لعضله الباي. حتى انت لما تيجي تحلل الحركه بتاعته هتلاقي ان الجاذبيه نازله في اتجاه والحركه اللي انت عايز تعملها في اتجاه تاني، ومش هتلاقيها احسن حاجه لعضله البايسبس. وليه اصلا تفكر انك تجيب حد يسند معاك عشان خاطر عامل الثبات؟ وده كده كان ببساطه شويه التمارين اللي احنا قدرنا نطلعها من الحمام والمجاري.